اهلا بيكم في مطبخ ليليان. النهارده هنكمل مع بعض السناكس اللي هنعملها للكريسماس والراس السنه. هنجهز مع بعض التشيكس ميكس او التكس ميكس، بتبقى سناكس مملحه كده وجميله وهنعملها في البيت. هنحتاج علب السيريال اللي هو التشيكس، بيبقى فيه 3 انواع منه، نوع من دقيق الرز ونوع من دقيق الذره ونوع من القمح الكامل. ده طبعا بيبقى مش مملح ولا مسكر، بيبقى مفهوش اي طعم. احنا هنحتاج 3 كوبايات من كل نوع منه. طبعا هاتوا اي براند موجود عندكم، مش شرط نوع معين. وهنحتاج العيش المحمص دوت برضو، ده من غير اي طعم. هنحتاج كمان كوباية من السوداني او اي مكسرات بتحبوها، و5 معالق من الزبدة النباتي، انا بفضل اللي من زيت الزيتون، ومعلقتين من صوص الوسترشير. وهنحتاج معلقة من البصل الباودر والثوم الباودر، ومعلقة من الملح اللي هو بيبقى متبل اللي هو السيزون سولت. وهنجيب بقى صينية كبيرة كده ونحط كل الحاجات دي مع بعض ونقلبهم كويس قوي مع بعض. ممكن تحطوا اي نوع مكسرات او بريتزلز، اي حاجة ممكن تحبوها تحطوها. وبعد كده هنجهز الزبدة بتاعتنا وهندوب التوابل وصوص الوسترشير عليها كويس، وبعد كده نحطهم على السيريال بتاعنا ونقلبه كويس قوي. نتأكد ان كل حاجة اتغطت كويس، ونكون مسخنين الفرن على درجة حرارة 250 فahrenheit اللي هي تقريبا 120 سلسيوس. هيقعد حوالي ساعة في الفرن، بس كل ربع ساعة لازم نطلع نقلبه كده شوية وندخله تاني لغاية ما الساعة بتاعتنا تخلص. بعد كده هنطلعه ونسيبه لغاية ما يبرد خالص قبل ما نشيله في علب. تاني حاجة هنجهزها معانا النهاردة هي الفشار المكرمل أو الفشار بالكراميل. في حلة كبيرة هنحط معلقتين من الزيت وشوية من الملح ونص كوباية من الذرة، ونقلبهم تقليبة كده سريعة ونغطيهم لغاية ما الذرة كلها تبقى فشار. ويتأكدوا كده في الآخر، هزوا الحلة عشان نتأكد ان كل الذرة بتاعتنا بقت فشار. وبعد كده في نفس الحلة هنحط نص كوباية من السكر وأقل من ربع كوباية من المية، وهنستنى كده مش هنحرك ولا نقلب لغاية ما نلاقي كل السكر بتاعنا داب خالص وابتدى لونه يغمق واحدة واحدة. في الوقت ده أول ما نلاقي السكر داب هنبتدي نقلبه بالمعلقة، ونبقى واخدين بالنا قوي من اللون علشان ما يغمقش، لازم يبقى لونه فاتح. اول ما نوصل للون اللي انتوا شايفينه ده على طول هنطفي النار ونكون مجهزين ربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر. اول ما نحطها هنلاقي كده السكر بتاعنا ابتدى يفور، هننزل على طول الفشار عليه ونبتدي نقلبه. البيكنج باودر هيخلي الكراميل بتاعنا مش ناشف قوي واحنا بناكله، يبقى فلافي كده. بعد كده هنحطه في صينية كبيرة ونفرده على قد ما نقدر ونسيبه لغاية ما يبرد. وبعد ما الفشار بتاعنا يبرد، طبعا لو قدرتوا تستنوا، نبتدي بقى نفكه واحدة واحدة كده ويبقى الفشار بالكراميل بتاعنا جاهز. جربوا السناكس دي في البيت مع أولادكم وقولولي رأيكم. كل سنة وانتوا طيبين. Thank you.